اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بدون اي مقدمات واي تفاصيل، والله وحشتوني جدا. انا اسفة على التأخير، والله غصب عني. والنهاردة راجعه لكم بفيديو جديد. زي ما انتوا شايفين كده، عملت كيكة كريم الكراميل، حاجة كده فاخر من الاخر. زي ما احنا متعودين، احنا راجعين بالتقيل قوي. بصراحة هي بتتكلم عن نفسها، وكانت حاجة كده هشة، زي القشطوطة بالظبط. بس احنا عملناها مختلفة كده بكريم الكراميل. بصراحة طالعة كده هشة زي القشطوطة، اقسم بالله واحلى. جربوها نفس الطريقة ونفس المقادير، هتديكم نتيجة احلى من القشطوطة، وحاجة كده بتدوب في البق دوب. بس قبل ما نخش على التحضير والمقادير، نصلي على الرسول، وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا معايا هنا شفشق الخلاط بتاعي المتواضع ده. بصراحة شفشق ده سريع جدا معايا. نزلت بكوباية من الحليب اللي هو اللبن، كوباية من السكر، معلقتين لبن بودر، نزلت بباكت من الكريم كراميل اللي انا وريته لكم دلوقتي. موجود في سوبر ماركت، بيديكي كيس كريم كراميل، وكيس اللي هو البودر. ونزلت بكيس كريم الكراميل، وبكوبايه الا ربع من الزيت يكون جودته كويسه ملوش اي ريحه. وبعد كده نزلت بمعلقتين من الخل، وكل الكلام ده في شفشق الخلاط. ده انا لسه ما حطيتش بيض ولا اي حاجه. كوبايه سكر، كوبايه حليب، باكت كريم كراميل اللي هو البودر، كوبايه الا ربع زيت. آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلقتين لبن بودر، معلقتين خل. وهضرب كل الكلام ده كله في قلب الخلاط زي ما انتوا شايفين قدامكم دلوقتي. شايفين القوام بيتقل معايا ازاي؟ ده بس عشان حطيت باكت كريم الكراميل والزيت، بيتقلوا بيدوني نتيجة صوص جميل كده تقيل حلو. خلاص كده احنا خلصنا ضرب. هجيب مج اللي هو مج الشاي، مج القهوة اللي انت محتاجاه في الصوص اللي انت كده صوصه منه فيه يعني. هنشيل كوبايه كده على جنب، هقول لكم هنحتاجها امتى. شايفين الصوص تقيل وجميل ازاي؟ وبعد كده هنزل بحبيتين من البيض، وعليهم فانيليا سايله. كتروا الفانيليا شويه عشان ما يبقاش ريحه زفاره وكده. بعد كده هضربهم في قلب الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. مش هضيف اي حاجة تانية، لا هضيف حليب ولا هضيف كل حاجة اللي احنا حطيناها في الاول. وبعد كده معايا كوباية ونص من الدقيق، كوباية ونص من الدقيق اللي هي الكوباية المعيارية. وهنخلهم كده نخلة حلوة بالمصفى المتوفرة عندك. وبعد كده خلاص انا نخلت وحطيت عليهم ذرة ملح لا تذكر كده. ومعايا كيك شيف، انا بحب استعمل كيك شيف، بيديني نتيجة احلى من البيكنج باودر. والمتوفر عندك، لو مش متوفر ممكن معلقة بيكنج باودر كبيرة. وبعد كده حطيت كل المواد الجافة دي في البولة، ونزلت عليهم بالمواد السائلة اللي ضربناها في الخلاط في اول الفيديو. شايفين القوام بيبقى تقيل حبة عن الكيكة العادية. بصراحة بتديني نتيجة. طبعا عشان بيبقى تقيلة شوية عشان الكريم كراميل. وبعد كده معايا صينية دهناها بمعلقة زيت كده، ومبطناها بدقيق. وهنزل بالخليط كله. معايا الفرن مسخنة مسبقا ليها ربع ساعة، هي سخنت معايا عامة. بعد كده هسوي الخليط. ممكن تحط اي صينية متوفرة عندك، مقاس 22 او 24 المتوفر عندك. وبعد كده هسوي كل الخليط ده في قلب الصينية، وهخبطها خبطتين كده. هسوي الخليط وبعد كده هحطها في قلب الفرن لمدة نص ساعة. كانت جاهزة معايا بصراحة، طالعة خرافة. واللون الذهبي طبعا هي نظيفة، احنا اختبرناها بخلة. هسيبها بس تبرد كده، بقول لكم استنوا هتبرد ربع ساعة كده ولا حاجة. هي بردت معايا خلاص، وهفضل اخرمها كده زي ما انتوا شايفين بالخلة. وبعد كده معايا كوبايه من الحليب. خلاص هي بردت معايا دلوقتي، ومعايا كوبايه من الحليب انا حاطه لها معلقه عسل نحل. ممكن لو مش متوفره عندك استغني عنها خالص، هي كده كده. بس بصراحه خلت الكيك في حته تانية خالص. وخلاص الكيك اتشرب معايا بكوبايه الحليب اللي هو اللبن. وشايفينها طريت معايا وبقيت زي القشطوطه، حاجه كده بتدوب في البق دوب. شايفين فاكرين الكوبايه اللي انا قلت لكم هركنها على جنب بتاعه الصوص بتاع الكريم كراميل؟ دلوقتي جي وقت احتياجها يعني. بحط على الوش كده، بنزل بكوبايه الصوص، وبفضل اساوي كده بالسباتلا زي ما انتوا شايفين لحد الخليط ده ما يغطي معايا كل الكيك زي ما انتوا شايفين كده. بصراحه صوصها منها فيها يعني. احنا ما مش عاملين اي افتكاسات ولا اي حاجه.
سهلة جدا ومتشجعي واعمليها بصراحة. لو عندك ضيوف هتشرفك جدا جدا، وبنشتريها من الغالي بصراحة. عملناها بأقل التكليف، وباكت الكريم الكراميل ده مش هيروح ال15 جنيه يعني. وبعد كده مع فاكرين كيس الكراميل اللي انا قلت لكم هنحتاجه بس في الاخر. طبعا سويت الصوص، وبعد كده بنزل بصوص الكراميل نفسه زي ما انتوا شايفين كده، خطوط عشوائي بالعرض كده، وبفضل انزل زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة شايفين متماسكة، كل حاجة متماسكة. طبعا لما برد معانا الكيك كل حاجة متماسكة فيه. وهفضل زي ما انتوا شايفين كده في خطوط عشوائي، وبعد كده هسويها. هفضل طالعة نازلة كده بخلة اسنان، هتشوفوا معايا دلوقتي هتعمل المنظر اللي شفتوه في اول الفيديو. بصراحة كانت خرافية. احنا دايما بنرجع بالجديد التقيل. بصراحة انا اول مرة اعملها بكريم الكراميل، وقلت اعملها معاكم مش هبخل عليكم. فلو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. وهفضل كده اعملها زي ما انتوا شايفين المنظر، وهسيبها لمدة نص ساعة في التلاجة. بصراحة كانت طعمها اقسم بالله خرافة. احنا بقى انا نسيت الدايت ونسيت اي حاجة يعني. بصراحة شايفين انا من حلاوتها ما حسيتش بنفسي حاجة كده، اسفنجية تحفة. ولا الريحة ولا الطعم، اقسم بالله كانت قلب الدنيا. يلا بقى قوموا جربوها، وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة. واشوفكم على فيديو جديد يا حبايبي. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، ودايما يا رب اطمن عليكم وتكونوا بخير. واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.